الفيديو ده هيساعد كل شخص مهتم بالمنح عموما ايا كانت المنحة اللي انت عايزها ايه، لانك هتعرف اسرار القبول لاي منحة من خبراء في مجال المنح، وهيساعدوك تتقبل بسهولة وتكون مختلف عن كل اللي بيقدموا معاك، وهيكون عندك المقدرة انك تثبت نفسك وتتقبل بسهولة جدا. فلو انت مهتم كمل الفيديو معانا للاخر. اولا كده علشان الناس اللي ما سمعوش الفيديوهين اللي فاتوا، دي سلسلة مكونة من 4 فيديوهات بتاخدك من ايدك وبتصحصحك لنفسك وبتعرفك انك ممكن تدرس في اي دولة اوروبية مجانا، بل وازيدك من الشعر بيت كمان انك بتدرس في المجال اللي انت حابه وبسهولة جدا كمان. ولكن في كام نقطة مهمين جدا وكام خطوة كده لازم تتبعهم علشان تقدر توصل لحلمك وتتقبل في المنحة وتحقق اللي انت عايزه بسهولة. بالمناسبة ده تالت فيديو معانا في السلسلة دي، هسيب لحضراتكم لينكات الفيديوهين اللي فاتوا في الوصف واول تعليق، لازم تشوفوهم بعد الفيديو ده لانهم مهمين جدا وفيهم نصائح هتساعدك في القبول للمنح بسهولة وكمان اسرع من غيرك. المهم بالنسبة لتالت سر معانا للقبول في المنح الا وهو اللغة الانجليزية. والبعض لما بيسمعوا جملة لازم تحسن اللغة الإنجليزية عندك للأسف بيحبطوا، رغم إن الموضوع سهل جدا فوق مما تتخيل. بص يا سيدي، أنا طبعا مش بقولك إن يكون الإنجليزي بتاعك بريفكت 100% وتقدر تتكلم زي الأمريكان بسرعة والأكسن بتاعتك تكون من غير ولا غلطة وكل الكلام ده، لأ، أنا مش عايز منك كده، او بمعنى صح المنحة مش عايزة منك كده، رغم انك قادر انك تعمل كده وكمان مجانا تماما. وهقولك ازاي بعد شوية. هما في المنحة عايزين منك على الاقل تعرف تقرا الكلمة اللي تشوفها، ولو سألك سؤال باللغة الانجليزية تعرف ترد عليه حتى لو كلامك ملقلق ومكسر عادي مش هتفرق، بس اهم حاجة تكون فاهمه. وكمان لو سمعت كلمة او جملة باللغة الانجليزية تكون فاهمها حتى لو من السياق، حتى لو في كلام في الجملة مش فاهمه عادي، المهم يكونوا في المنحة شايفين اللغة عندك شبه منطقية في عقلك اللاواعي وعارف تتأقلم مع اللغة حتى لو انت في صعوبة بس بتحاول. فحسسهم ان انت بتحاول وحاول انت تتعلم انجليزي. وهنا بقى يجي دور السؤال اللي قلتلك هجاوبك عليه بعد شوية، وهو ازاي اقدر اتكلم وافهم واكتب واقرا واسمع الانجليزي بسهولة وكمان مجانا ومن البيت. بص يا سيدي، وعايزك تصحصح للكلام قوي، وعايزك تاخد بالك ان الكلام اللي هقولهولك ده انا مش قاريه في كتاب او في بوست على اي بيج، لا، الكلام ده انا جربته وشفت النتيجة بتاعته قدام عيني، يعني مش كلام كتب، دي تجربة انا عشتها وبعيشها. المهم خلينا في موضوعنا. طبعا بالنسبة للمنح انت عايز شهادات تثبت صحة كلامك، ما هو برضو مش كل واحد هيقول كلمة هنصدقه. بص يا سيدي، في كذا طريقة هتساعدك انك تتعلم انجليزي مجانا وبسرعة. اول حاجة تاخد كورسات عن اللغة الإنجليزية في تطبيقات زي كورسيرا أو EDX أو يوديمي. وباقي التطبيقات اللي زي دي بقى انت لو معاك فلوس هتقدر تاخدهم عادي، اما بقى لو مش معاك فلوس ما تقلقش، هتقدر تاخد اي كورس من كورسيرا او يوديمي مجانا زي اللي اشتراه بالظبط. وهسيب لحضراتكم فيديوهات في الوصف هتشرح لكم وهتفهمكم ازاي تقدروا تاخدوا اي كورس من على كورسيرا او يوديمي مجانا وكمان بالشهادات بتاعته زيك زي اللي اشتراه. فما تقلقش من الحوار ده، والفيديوهات اللي في الوصف واول تعليق هتفهمك كل حاجه. دي كانت اول طريقه معانا، وعايزك تاخد بالك من نقطه مهمه جدا، وهي انك لازم تاخد الكورس باللغه الانجليزيه. هتقول لي ليه؟ هقول لك هيزود فرص قبولك جدا في المنح وهيثبت لهم قد ايه انك شخص مثقف ومجتهد وبتحاول تغير من نفسك وبتتعلم. بالنسبه لتاني حاجه معانا وهي انك تتعلم انجليزي مع مستر ابراهيم عادل على اليوتيوب. وتعريف بسيط كده عن مستر ابراهيم عادل علشان لو في حد ما يعرفوش، وطبعا انا اشك ان مفيش حد ما يعرفش مستر ابراهيم عادل. المهم مستر ابراهيم عادل ده احسن واجمل وافضل شخص في العالم كله، هيساعدك تتعلم انجليزي بسهولة جدا بل وكمان مجانا ومن البيت. وعلشان ما نطولش وقت الحلقة هسيب لحضراتكم لينك التطبيق بتاع مستر ابراهيم عادل في الوصف واول تعليق. ابدأ من دلوقتي اتعلم انجليزي بافضل طريقة في العالم كله ومجانا وكمان من البيت. اعتقد مفيش دلع احسن من كده، الحق وما تضيعش الفرصة من ايدك علشان ما تندمش. وعايزك تبقى واثق ومتأكد انه طالما الفرصة دي ظهرت قدامك انت وفي الوقت ده، دي اشارة من ربنا ليك انك تبدأ دلوقتي وتسعى انك تغير حياتك، والا والله العظيم لا هيجي اليوم اللي هتقول فيه يا ريتني كنت بدأت لما شفت الفيديو. ولازم تبقى عارف انه احسن وقت انك تبدأ فيه كان امبارح،
وتاني واخر وقت متاح لك انك تبدأ فيه هو دلوقتي. اول ما تشوف الفرصة قدامك ابدأ باللي معاك ايا كان هو ايه، حتى لو ما معكش حاجة ابدأ باللي تقدر عليه، مع ان مفيش حاجة اسمها معيش حاجة، لانه طالما ربنا سبحانه وتعالى ظهر قدامك فرصة يبقى ربنا مديك على الاقل كل اللي هيساعدك تبدأ بيه، وطبعا مع الاستمرارية هتمتلك كل حاجة وهتوصل ان شاء الله. اما لو قلت هبدأ بكرة، ثق وتأكد انك مش هتبدأ اصلا ولا بكرة ولا بعده ولا حتى السنة الجاية. ده بداية طريقة تسويف، طالما قلت بكرة يبقى مفيش بداية اصلا ومش هتعمل حاجة. دي كانت رسالتي، اتمنى تكون وصلت، واستنوا الفيديو الجاي اخر فيديو في السلسلة. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يسيبهولي في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وسلام.